السلام عليكم. الليلة معاكم قناة طقة. وشنو الليلة حنسوي كده حاجة حبيبة الملايين، اللي هي شنو؟ فتة الفول السوداني. عشان كده الليلة لابسين الجلابية الجميلة دي. قبل ما توروني رأيكم في الفتة نهاية الفيديو لازم توروني شنو رأيكم في الجلابية دي. يلا يا حلوين، أول خطوة معروفة إنه إحنا هنسوي شنو؟ هنقطع العيش. نقطع العيش كده كبداية جميلة كده. طبعا ده أقرب عيش لقيته للعيش السوداني. شنو حاليا كده نقوم نقطعه. خلينا نقطع في العيش الجميل ده اللي هو قريب شديد لعيشنا السوداني، لكن شنو انا عارف كويس ما في حاجه حتلحق شنو طعم العيش السوداني يعني. يلا يا شباب، بعد ما قطعنا العيش نسوي شنو؟ نشتغل في الفولاية ذاته. الفولاية شنو؟ الفولاية دي ما فولاية سودانية، فولاية معلبة كده حقت شنو ما حقتنا، لكن اللهم ده عشان الغربة وهوك الزول شنو يقوم شنو نوريكم حنظبط الفولاية دي كيف. انا احنا حنقوم شنو نهرس الفول ده. ما دام انه نحنا ما عندنا حاجة، ما عندنا قزاز بارد، ما عندنا احنا عندنا قزاز بارد دي بتلاقي يعني. فهمت علي كيف؟ فشنو نقول نحن نهرس الفول ده. البتاعة دي أصلا شنو فيها الراس التوم ذاته ما الراس فول، لكن يعني شنو قال لك العسكرية تصرف. فشنو بس ده خلاص. يلا يا شباب، بعد ما هرسنا الفول زي ما انتم شايفين كده نقول شنو نولع فيه النار. بعد ما ولعنا فيه النار نقوم نسوي شنو؟ نقوم نكب لنا كوباية موية، بس كوباية واحدة بس. هنا هنكب كوباية دي قابلة للزيادة. بعدين في كوباية واحدة دي على حسب كمية العيش، ما على حسب كمية الفول. الفول ده تزيد له كوبايتين ثلاثة عادي. شنو يا شباب؟ ان احنا نقول نحط له ميه بتغلي على الزيت على البيض ده. بعد ما حطينا البيض ده نخليه يغلى نقوم نفتح فيه النار. شنو نقول نقطع البصلة دي يا حلوين زي ما انتوا شايفين كده. نحاول شنو قدر الإمكان نقطع صغيرة. هنا يا شباب بعد ما قطعنا البصل كده، طبعا احنا ما حنستخدم الكمية دي كلها. انا يعني احنا استخدمنا كلها في الفتة، لكن في جزء منها كده هنخلي لي حاجة وجزء لي حاجة. احنا نقول نقسمها النص. بعد تاني نقوم نقطع الطماطم الظريف ده. الطماطماية ذات ان احنا هنقوم نسوي شنو؟ نقطعها مع شنو؟ مع البصلة سوا، نحطهم سوا في نفس الفتة. يا شباب بعد ما قطعنا الطماطماية الظريفة دي كده نقوم نسوي شنو؟ نقوم نقطعها مع البصل الظابط ده كده. ننزله كله جاي نلخبطه سوا كله. يلا طبعا زي الفول ده بعد ما حطيناه في النار كده وظبط، تاني نكسر فيه كوباية موية كده. ده كده خلاص طبعا الفتة. والله يا جماعة الفول ده بعد ما نزلنا له كده الموية بتاعته دي ظبط شديد في النار كده، قلنا ننزل شنو؟ ننزل لنا طحينة كده. نحاول ننزلها زي معلقتين طحينة كده. يلا بعد ما خلطناها الطحينة كده كويس نزلنا فيها. أنا قلت معلقتين لكن كانت أكتر من معلقتين لأن احنا المياه كانت صافية. نقوم ننزل شنو؟ الحاجة الظريفة دي اللي هي قلنا زي المشكلة دي الدنيا المسدسات دي، عشان دي هتديها لنا كده قوام. أنا القوام ده ما حتشوفوا إلا بعدين في الفتة يعني. فهمت علي كيف؟ بس أنا حطينا كده كم حطينا 4 حبات. انتوا حطوا الكمية اللي بتريحكم، وما حابين زادوا تحطوا برضه ما مشكلة يعني، الموضوع ايزي يعني. شنو ده يا شباب؟ هننزل فيها شوية زيت كده، زيت خفيف كده ظريف كده. شنو يا شباب؟ البتاعة دي هننزل فيها شنو؟ هننزل فيها الطماطم البصل كلها ده كونجيجير ده. هننزل نصه والنص التاني هنخليه بعدين. شنو؟ خلينا ننزل التونة بتاعتنا دي، التونة الظريفة دي شايفين التونة دي كده.
شايفين في شنو يا شباب؟ طبعا الفول كده يا جماعة حاجة كده ظريفة حنينة بعد ما كسرنا فوق البشكري. حاجة كده والله يا جماعة، والله حاجة الموت يعني. فشنو؟ بعدين احنا قفلنا النار من أي حاجة، من التونة ومن من الفول ومن البيض. فشنو بعد شنو؟ نقوم ننزل الشغل الظابط اللي هو الفول بتاعنا. بعد ما ظبطنا الفول ده نقوم نسوي شنو؟ ننزل فيه السلطة كده. شنو تاني كده يا شباب؟ احنا بعد ما لخبطنا الكبسة دي كده الفتة يا شباب، نقوم شنو؟ نقوم ننزل فيها الشغلانية الظابطة الحنينة دي ونعزها بقى. تاني شنو؟ نقوم نظبطها كده بشوية كاتشب كده حنين خطير كده ظابط. تاني بشوية مايونيز كده. طبعا الكاتشب والمايونيز ده مع الجبنة دي هيسوي لنا شغل موت. تاني حنقوم نلخبط بعد ما خلطناه كده. تاني حننزل شنو؟ حننزل لنا كده شوية ملح رشة كده ظابطة كده، رشة كده بس خفيفة كده. مثلا أنا بحب أحط البهارات دايما في النهايات، لأنه شنو؟ الطعم بيثبت معاك. الفلفل الأسود حاجة كده بسيطة، دي حاجة كده زي شطة حمراء اللي هي البابريكا المسخنة، سموها زي ما عايزين تسموها. دي بهارات مشكلة ظريفة خفيفة كده. الحمد لله يا شباب. بعدين شنو؟ نقشر في البيض المسلوق. بعد ما قشرنا البيض المسلوق يا حلوين حنقوم نقشر شنو؟ نقشر الجبنة على البيض المسلوق. بعدين نقوم ننزل شنو؟ شوية كده من التونة بتاعتنا اللي ظبطناها قبل دي، حاجة كده خفيفة ظريفة. شنو يا شباب؟ بعد ما انتهينا نقوم نجرب الفتة الظابطة دي، نشيل لنا حاجة كده شنو؟ نجسها يعني. يا سلام يا سلام. شنو يا شباب؟ بعد ما انتهينا من فتة الفول السودانية، ورونا الطريقة بتاعتكم، ورونا انتوا ذاتكم بتسووها كيف، ورونا لو طريقتنا دي عجبتكم. تاني نقول لكم دقوا الشير والسبسكرايب ودعمونا. نحن ده تاني فيديو لنا بتاع طبخ وكده. فشنو عزوا الشغالانية والله عشان خاطر شنو الجلابية والوطنية والفتة فول السودانية.